من أجل قضايا فساد مالي، لكن النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول ياسين الراضي يقضي ليلته الأولى في السجن على خلفية قضية مرتبطة بفساد جنسي. فقد أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط الخميس ياسين الراضي نجلة إدريس الراضي أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري قبل أن يعتزل حزبه سجن العرجات في سلا، وفق ما أكده المصدر من داخل سجن الاتحاد الدستوري. وأحالت النيابة العامة نجل الراضي على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليه في قضايا حق عام، وقرر هذا القاضي ملاحقته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر الدعارة. وجرى إيقاف الراضي رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات في إحدى الفيلات، حيث كانوا في سهرة انتهت بشجار أدى إلى سقوط فتاة من علو، حيث أصيبت بكسور وجروح. وأفاد المصدر بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع ياسين الراضي النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان سجن العرجات. ووفق المصدر ذاته يتابع الراضي 33 عام ومرافق له 41 سنة يعمل مسير شركة وفتاة بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل وإعداد وكر الدعارة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه. وتقرر المشروع في محاكمة الراضي في جلسة 7 يونيو القادم بمحكمة الاستئناف بالرباط. وأوردت المصادر المتطابقة أن الضابطة القضائية تبحث عن مشتبه فيه متورطين في القضية نفسها التي ما زالت تفاصيلها غير كاملة. وتبعا للمصادر الذاتية، فقد جاء التوقيف على خلفية إقدام أحد مرافقي ياسين الراضي على رمي الفتاة من شرفة فيلا بالرباط كانت تحتضن سهرة خاصة، حيث نقلت في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات قبل أن يتم إخبار الشرطة القضائية التي أوقفت المعنيين بالأمر.